لما يواجه من تحديات، من إشكاليات، من أن النظام الحاكم لم يستطع أن يكون على قدر هذا الوطن وأن يحقق الوعود التي وعد بها رئيس الجمهورية عندما كان مرشحا رئاسيا، وأن يستعين بجميع القوى الوطنية بالخبرات التي تمتلك بها مصر الآن. لا مجال لأي فرحة، ومصر تعاني كل هذا ويدفع المصريون ثمنا غاليا. هل تعتقدي أن دكتور مرسي من الممكن أن يرتدع بمثل هذه الاستقالات؟ هل ممكن يعيدوا حساباتهم، يقيموا الأمور بشكل آخر، يفكروا ولو لحظة أن هناك شيء خطأ يحدث تكون نتيجته استقالة كل من حولهم؟ إذا كانت مصلحة هذا الوطن، وإذا كانوا يؤمنون أنه وطن، وأن هذا الوطن يجب أن يحترم، وإذا كانوا يحسون بما وصلت إليه الأحوال، لأن في الحوار اللي أجراه مؤخرا الرئيس محمد مرسي كان مدهشا أن يقول أن شعبيته تزداد وأن الرضاء الشعبي يزداد، ولا أعرف من أين أتى بهذه المعلومة. إذا كانوا يحترمون هذا الشعب ويدركون أنه جزء منه، ويدركون أن سيادة الشعب يجب فوق الجميع وفوق الجماعة، وأن إنقاذ مصر أهم من تمكين الجماعة، فيجب أن يحترموا هذه الآراء ويستجيبوا الأصوات التي تحاول أن تصحح وأن تنقذ. لأن لو قريت استقالة المستشار جد الله يعني كلها أغلب ما فيها هو ما تقوله القوى الشعبية وشباب الثورة والقوى المعارضة. ماذا قالت غير هذا؟ ولكن استعلاء واستكبار ولا مبالاة. الإصرار على هذا يعني أن استمرار الجماعة مستحيل، لأن الزمن وطن، أمن وطن، إنقاذ وطن. هل هناك مفاضلة بين إنقاذ وطن وتمكين جماعة؟ إذا لم يستجيبوا ويدركوا أنهم جزء من لا، والمستشار فؤاد جد الله نفسه ذكر في الاستقالة، أتمنى أنها تكون من قلبه يعني، ومش هندخل في النوايا، لكن بيقول إنه على ما يبدو إنه الجميع وبلا استثناء، وطبعا كان يقصد النظام والرئيس يعني، يعني مصلحته الشخصية على مصلحة الوطن. المشهد لا يقول غير هذا، لأن لو تقدمت مصلحة مصر، لو أعليت مصلحة مصر، ما كان وصلت الأمور إلى ما يحدث في مجال في مؤسسة القضاء وفي مؤسسات السيادة التي تمثل ركائز لقوة مصر. ما كان هذا الحدث، هذا الصراع الغريب والتفكيك لمؤسسات الدولة، محاولة اختراق مؤسسات الدولة، التقسيم الذي لم يشهده أبناء مصر من قبل أبدا بهذا الشكل. لو أعليت مصلحة مصر، لو تراجعت جميع المصالح وراء مصلحة مصر وتم الاستجابة وتم تحكيم العقل والضمير والاستعانة بجميع القوى الوطنية، ما كنا وصلنا إلى ما وصلنا إليه. والآن هي فرصة أخيرة، إذا كانوا أن يثبتوا أو يعترفوا بأخطائهم ويتراجعوا عنها. بشكرك شكرا جزيلا الكاتبة الصحفية الكبيرة الأستاذة سكينة فؤاد. وعايزة أقول لحضراتكم أول تعليق من الإخوان يصلنا على استقالة المستشار جد الله.